واقف شامخ من زمان، شاهد عيان مالي المكان في ميدان القلعة. آن الأوان، رفع الأذان، نادى المبلغ: الله أكبر الله أكبر. في جامع السلطان حسن وقت الصلاة خلاص أذن، وفي كل قلب مصري له مكان، وللجمال عنوان، والرؤية العين شيء حسن. وتعالى قرب وشوف، ده جامع للعبادة ومدرسة علمية شاملة، وكمان جامع ما بين روعة البنى وجمال الفنون والزخرفة. شوف من كام سنة. وفي برنامجنا رحلة مصرية كلنا رايحين زيارة لمشاهدة جوهرة العمارة الإسلامية المملوكية، جامع السلطان حسن. جامع السلطان حسن من أعظم المساجد في العالم الإسلامي، والمدخل الرئيسي للمسجد اسمه المدخل التذكاري. مصر بيقولك يعني خلي بالك وركز معانا في المعلومة، واوعى تنسى احنا دلوقتي قدام المدخل التذكاري، ويبلغ ارتفاعه حوالي 37 متر، ويعتبر واحد من أعظم المداخل في العمارة الإسلامية. بينتهي بطاقية من المقرنصات والدلايات، فنرى دقة الحفر في الحجر ممثلة في زخارف المدخل ومقرنصاته العجيبة. أما المئذنة فهي ثاني مئذنة في العالم في وقتها من حيث الارتفاع، ويبلغ ارتفاعها حوالي 82 متر تقريباً. أول ما بندخل من بوابة المسجد بنشوف المصطبة اللي كان السلطان حسن شخصياً بيقعد عليها يوم الجمعة. وعلى المصطبة كان السلطان حسن بيقعد هو والقضاة الأربعة عشان يفصل ويحكم في المنازعات وقضايا العباد. الصحن الرئيسي للمسجد يتوسطه نافورة، وحواليها الميضأة مكان الوضوء يعني، وهي تحفة معمارية هندسية رائعة. كما يزين ويحيط بقبة الميضأة شريط من الكتابة القرآنية. حكايتنا النهاردة عن مسجد السلطان حسن اللي بقاله حوالي 700 سنة. بناه السلطان الناصر حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون. استغرق حكمه حوالي 10 سنين، وحكم وهو عنده 13 سنة. وكان السلطان حسن كمان بيفرق على الصناع والأمراء المشرفين على البناء هدايا وعطايا قيمة. وتم الانتهاء من بنائه عام 1363 ميلادياً، أي 764 هجرياً. وتوفى السلطان حسن عام 1361 ميلادياً، أي 762. والصحن بيحيط به 4 آيونات لتدريس المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. أما ده الإيوان الرئيسي، وهو إيوان القبلة. أما المحراب
فهو مزين بزخارف رخامية مذهلة غاية في الروعة. والمنبر مش منبر عادي أو مصنوع من الخشب زي معظم المنابر، لأنه ببساطة كان من الرخام. وخلف الإيوان الرئيسي أجمل قبة في العمارة الإسلامية. ودي دكة المبلغ اللي كان بيقف عليها ويردد ورا الأذان. ويستمر الأذان وصوت الله أكبر مالي المكان، والأذان بيسري جوه نفس وكيان كل إنسان على مر الزمان. ومن بين كل المعالم والأماكن كان لفن العمارة شأن كبير في جامع السلطان حسن، وإتقان الصنعة في الإيوان البديع النادر، والمحراب الرخام الفاخر داخل جامع ملوش مثيل على أرض النيل. في رحلة مصرية عشنا فيها لحظات جمال في عبق التاريخ الإسلامي، في جامع شامل للعبادة ومدرسة للتعلم وفخر لكل مصري وكل مسلم على مر السنين، يحكي عن عظمة العمارة في جامع السلطان حسن. كان معكم مصري في رحلة مصرية.